السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا أيضا بث مسجل سوف يعرض عليكم بعد الانتهاء منه ورفعه لليوتيوب بعد مونتاجه وعمل اللازم. اليوم رحلتنا 66 على ما أعتقد، أو ربما أكثر لأن رحلاتنا كثيرة، إلى مسألة حاولوا يغيبوها علميا، وهي هل الأرض كروية أم هي مسطحة؟ طبعا كرة يعني معناها إن لكي تكون الأرض كروية يجب أن يكون لها مركز، من هذا المركز يذهب إلى المحيط، وإذا يدور الأشياء يعني تنتقل الأشياء، إحنا يوم تنتقل الأشياء بالكرة تدور من اتجاه في اتجاهات عقارب ساعة أو ضد عقارب ساعة. يعني مثلا إحنا إذا نريد، أبسط مثل، إذا نريد نسافر من تركيا إلى الصين فرضا، تركيا في جهة الغرب من اسطنبول بالغرب، إلى الصين لازم نعبر بقوس دائري إلى الصين. طيب الطيارة يوم تروح وتذهب تمشي بخط مستقيم ولا تدور؟ الدور يعني الناس راح يصيرون upside down، أو مثل الرولر كوستر، كأنهم نازلين بنزول، يعني شوف الغيوم تصير نازلة. أيضا إذا الأرض كروية، طيب كيف يبقى المسطح المائي في كرة؟ ماذا يحده؟ مجرد الجاذبية الأرضية؟ وإذا كرة فيبين المسطح المائي في نهاية الكرة، يعني بمعنى آخر يعني بالفضاء، وهذا لا يجوز. النظريات العلمية التي منها القوانين التي تتعلق بالفضائية لكوكب الأرض أو الأرض، واللي وضعها كابلن غيروا نظرياته لأنه أثبت أن الكرة الأرضية مسطحة من عمل مقارنة بين نقطتين وبين نقطتين في يعني متباعدتين. إذا كانت متباعدتين، لأنه إحنا نقول الخط المستقيم، يعني في النظريات السابقة الخط المستقيم اللي هو بين نقطتين أقصر الخطوط، وهو في الواقع هذا أثبت عكس ذلك. معناه أن الخط المستقيم في الكرة يكون مقوس وليس مستقيما، هاي وفق للنظريات اللي هي تتعلق المجسمات الكروية. طيب هذا غير صحيح. في الكرة لا توجد نقطتين متطابقتين، وهذه النظرية الأحدث والتي نحن أيضا شاركنا في وضعها في ثمانينيات القرن الماضي، وخفوها. أثبتنا بواقع المعادلات الحسابية الرياضية والمعادلات اللوغاريتمية، أثبتنا أن أقصر الخطوط هي بين نقطتين متطابقتين على مسطح، يعني النقطتين تتطابق على مسطح وليس على دائرة، لأنه الدائرة لازم يصير فيها انبعاج،
يعني تجيب النقطتين تبعجهم مع بعض، وهذا غير صحيح. يعني إذا الكرة احنا نريد أن نطبق هذه النظرية، ممكن نطبقها من طريقة الطي في الفراغ بين نقطتين ضمن مسطح طوي انت. لكن عندما عندك نقطة، خلينا نقول في القطب الشمالي ونقطة في القطب الجنوبي، عندما تطوي لازم تبعج الكرة لازم تنبعج، والكرة ما تنبعج. أيضا لا يمكن طي الكرة ليس بمسطح فتطويها. النظريات العلمية الجديدة اللي أثبتت أن حتى الفضاء الكوني هو بمستوى مسطح في كل أبعاده، لأنه في نظريات طي الزمن وطي المكان وطي الفضاء الكوني أو الفضاءات الكونية. يعني طيها مثلا عندك المسار الدودي، وهذا وضعوه شافوه بالمختبرات، إن إذا دخلت البلاك هول اللي هي الفجوة المظلمة أو الثقب الأسود، هو ليس أسود، هو عبارة عن يطبق النظرية اللي احنا سويناها، الحمد لله سويناها، أنا سويتها في الثمانينيات من القرن الماضي، يعني في آخر الثمانينيات، وغلسوا عليها وحطوها في الدروج السرية. احنا اللي أثبتناه حتى في عملية الأبعاد وعمليات البوابات النجمية هي عملية التطابق. التطابق لا يمكن أن يتطابق نقطتين تتطابقان على خط دائري، لأنه أنت تأخذ القوس وتكسره، لأنه في breaking point، فإذن لا يمكن. أما على الشكل المسطح فأنت تأخذه يكون مرن، تحوله إلى قوس، القوس هذا يوصل إلى التطابق، أو تعمل عملية طي أيضا في التطابق ويكون أقصر. يعني حتى بالفراغ جربناه، ممكن تطوي الفراغ، وهذا ما يحصل في الثقب الأسود، ينطوي. يعني أنت يوم تنتقل أنت شوف المسافة تمرها، بس هي مسافة مطوية أو مسافة متطابقة، طي تطابقي وليس طي انعكاسي أو معكوس. يعني أنت تدخل من كون إلى كون ثاني، تشوف في المسار الواقع اللي أنت السيرة في الثقب اللي هو الأسود عبارة عن نقطة دخول ونقطة الخروج متطابقتين. يعني المسافة اللي أنت تحسها أن أنت مشيتها هي في الواقع هي مسافة افتراضية في الفراغ داخل هذا الممر الحلزوني ضمن اللي هو ضمن الثقب الأسود. فأنت تدخل من منطقة وتطلع من نقطة وتطلع لنقطة ثانية بسرعة أسرع 5 مرات من سرعة الضوء. كما هناك أثبت الواقع بالمختبر أن ممكن أنت تحجب الضوء، تخفي الضوء، وهذا ما يحصل في ما يعرف بالثقب الأسود. في طريقة في المختبر توصلنا وتوصل العلماء إليها، أن ممكن أن نحجب الضوء أو نوقف الضوء، يعني مو نسوي ظلمة، نوقف الضوء أو نحجبه عن الحركة الضوئية أو السرعة الضوئية. وهذه لا يمكن أن تحصل في الأجسام أو الأجرام المدورة أو الكروية. الكرة في إلها نقطة بداية تبدأ من إسقاط نصف قطر الدائرة على المحيط وتدور حول المحيط وترجع إلى نفس النقطة على المركز. لهذا العلماء أرادوا أن، أو الظلاميون أرادوا أن يكونوا قضية لا توجد منطقيا في الحسابات،
يعني حتى يعني مع أن في أخطاء في نظرية أينشتاين في الانتقال عبر الزمن واختصار الزمن للجذر الصفر للأس واحد، هنا كانت الغلط مع أينشتاين، فيعتمد على السير بخط مستقيم. يعني نضرب مثل آخر، يعني أن لو كان هذا الكوكب كروي، إذن الكرة معلقة بالفضاء. طيب لو حسبت الكتلة والمساحة والسرعة والزمن تطلع إنها مو كرة، لأنه الجذر الزمني للجذر المساحة، جذر الطول في المساحة، طول بعرض بالمساحة، يثبت أن لا يمكن أن ينطبق القانون المساحي للأرض على كروية الأرض، إنما ينطبق على سطحية الأرض أو مسطح الأرض. ولذلك إحنا ناخذ من الكون ليس دائر ولا يمكن أن يكون دائري، لأنه إذا ما لا نهاية، وهو كون لا ما إلى نهاية، لأنه أكوان في بعضها، وهذا الله خلقها. لأنه أنت توصل إلى، إذا هو دائري توصل إلى حد معين وتصطدم بجدار الكرة، وبذلك أنت تدخل في مسألة حسابية مغلوطة طبقها على الكون كما تطبقها على الكواكب. ولو كانت الكرة كروية أو الأرض كروية لكان نتكلم عنه، إنما الله في كل الكتب السماوية يتكلم عن شيء سائر بخط مستقيم. الله جعل في كل الكتب السماوية ألغاز، منها الألغاز الرياضية. منين اجى العلماء؟ منين اجى يعني الديانات كلها؟ الله سبحانه وتعالى في عملية الأبعاد. الآن أنت يوم تنتقل عبر الأبعاد تنتقل، يعني التايم تانل اللي هم يتكلمون عليه هو في خط مستقيم، يعني على مسطح، ينبنى على مسطح ولا ينبنى على كرة. التجارب العملية على مثلا قوة مثل الليزر أو قوة الساحبة والطاردة المركزية داخل المختبرات، والقوة الكمية تتكلم، يعني القانون الكمي عمره ما تكلم عن شيء مدور. حتى في مسألة الفضاء الكوني في شيء اسمه فضاء كوني وفي فضاء كوني كمي. فكمية هذه يعني حتى في الأجسام يوم تتجمع على خط مستقيم وتتفرق على خط مستقيم بس بالعرض. الخط المستقيم اللي هو بالطول ينتهي بنقطة، والخط المستقيم اللي في العرض ينتهي في نقطة، والنقطتين هذول المستقيم المستعرض والمستقيم بالكمية بالنظرية الكمية ينطبقان على بعض لتكون هنا قوة الكم التي لا حدود لها. تحياتنا وأشواقنا للجميع. حبينا نتكلم عن هذا الموضوع بأعمق، لأنه الموضوع هذا لازم نهيئ لكم شلون تفهمون الحسابات في الكم وفي الفراغ وفي الفضاء الافتراضي وفي الكون في الأبعاد الثلاثة والأبعاد السبعة. فهذه النظريات اللي هم يحاولون أن يغيبوها لا يمكن ولن يستطيعوا يغيبوها، لأن الله واضح في كلامه وموجود كل شيء يريد الإنسان، إحنا ولا غيرنا، يهود مسيحيين مسلمين، موجود بالقرآن الذي هو مدمج في الكتب
السماوية مثل التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.